اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح العسل، يا صباح الفل. النهارده بقى يا جماعة احنا عملنا ايه؟ يوم كده تحدي، يوم يعتبر البيت ما فيهوش اي حاجة واحنا اخر الشهر ومعيش غير 100 جنيه. يعني الكلام ده بالامانه، يعني معيش غير 100 جنيه، مش عارفه اعمل بيها ايه. وبصوا طلع ب 3 جنيه بال 100 جنيه في الاخر. طبعا انا صورت لكم وانا نازله وكده. جبت طبعا زبادين عشان خاطر قوسه، وجبت بضايه. بجد يا جماعه الحاجه بقت غاليه قوي. يعني الموضوع بقى اوفر يعني، بس الواحد هيعمل ايه؟ طبعا لازم يتصرف، الجيش قالك اتصرف. فاحنا لازم نتصرف. جبت كيلو مكرونه دي ايه، قلت عشان ايه في وقت الازمات وكده ايه نعمل مكرونه القوسه وكده. جبت 2 كيلو بطاطس بس طلعت مش آلية. جبت جوافه، لازم طبعا نظبط نفسنا. طبعا جبت كيلو جوافه. جبت ربع فلفل، ربع ليمون، وجبت كيلو بتنجان. وهنا هو بوريك اهو الليمون. هنا يعتبر انا ما كانش عندي اي حاجه في البيت غير الطماطم والزيت، هي دي الحاجه الوحيده اللي عندي. فانا قعدت افكر اعمل ايه اعمل ايه. قلت لا، الواحد بقى ايه لازم كده يتشجع وينزل ويتصرف بقى يجيب اي حاجه. فطبعا انا لو كنت جبت رز او جبت بانيه او جبت اي حاجه، انا ما كانش عندي بصل. فمش عارفه طبعا اجيب ايه، يعني مش عارفه اتصرف وكده. قلت اعمل مسقعه، انا كده كده جوزي بيحب المسقعه. فانا اعمل له مسقعه افرحه وابسطه ان احنا هناكل 3 ايام دول مسقعه. ال3 ايام دول مسقعه هنختص يعني مسقعه خلاص بقى. فهنا كان عندي كام ازازه كده اهوت، قلت املاهم. طبعا انا عندي الحته اللي انا ساكنه فيها بتقطع فيها الميه كتير قوي يا جماعه. الميه بتقطع كتير قوي قوي، يعني اللي ساكن في العجمه هيبقى عارف الكلام اللي انا بقوله دوت. الميه بتقطع ياما قوي، فطبعا ايه لازم يكون عندك ازاز، لازم يكون عندك جردل. يعني انا والله انا مخزنه ميه كتير وكده. طبعا انا اوقات كتير قوي بطبخ من ميه، والله يعني بعمل اكل من ميه واعمل كله من ميه. قول لهم بحبحوا يا خالتته، قول لهم بحبحوا، قول لهم عاملين ايه، قول لهم انتوا كويسين. سكتوا وهو خلاص اتكسف كده، كسف لما لقى نفسه ان هو بيتكلم. انا بقى مليت الازاز كده وخلصتها. قلت بقى ايه بقى وانا لابسه كده بقى الموضوع سخن، ايه بقى اغسل الخضار. هنا طبعا اوسه نام، يعني أنا طلعنا من تحت، راح هو نام وكده. قلت بقى ايه انجز بقى ايه، انا ما بحبش اقلي وهو صاحي، بخاف قوي من الزيت طبعا. فانا عامه انا بترعب من الزيت. يعني انا موضوع القلي ده بيبقى صعب قوي عليا يعني. بس طبعا خلاص بقى وقت الدلع انتهى، احنا دلوقتي وقت الشقه. وقت دلع عند مامو ده خلاص، مفيش مامو هنا، انت اللي مامو بقى، انت اللي لازم تتصرفي. فلو وصلتي هنا يا ست الكل اشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي بشعار كل لايف او بوست او فيديو جديد. ويا رب اكون قد الثقه، يعني انتوا عطشانها لي ان انتوا تتفرجوا عليا وكده. وان شاء الله كل يوم يجي لكم فيديو جديد يشجعكم، غير الفيديو اللي قبله. وكل ما مدى كل ما الواحد بيتعلم و... واستحملوني كده كام فيديو دولت، عشان انا لسه يعني ايه لسه جديده وكده ولسه يعني بتعلم. فوالله يا جماعه اللي يخش عندي يشرفني وينورني. متنسيش تحطي لايك واشتراكي في القناه وتفعلي زر الجرس. وتشرفوني وتنوروني في قناتي الصغيره انا وابني. ومتنسيش تعملوا اي تعليق، والله انا بفرح قوي من اي حد بيخش لي بيعمل لي تعليق، يعني كذا حد عمل لي تعليق وكده. ففرحت قوي والله، شرفتوني ونورتوني يا جماعه. فبس كده. بس كده بقى غسلت البتنجان طبعا. هقشر البطاطس. انا طبعا مش بعمل كل حاجه معاكم، لان في ناس دخلت لي وقالت لي ايه ما تسرعيش الفيديو. فانا قلت بقى ايه اعمل حاجه كده، يعني اقطع لكم مثلا بطاطسيه وانا اكمل الباقي لوحدي. اطلع مثلا اعمل البتنجانيه واعمل الباقي لوحدي كده، يعني عشان خاطر الفيديو ما بقاش طويل كده عليكم، كده يبقى خفيف كده على قلبكم كده. تقعدوا تسمعونا بقى ونرغي كده مع بعض ونتكلم وناخد وندي كده في الكلام كده مع بعض. فهنا بقى اهو بقشر بقى البطاطس. في ناس دخلت قالت لي ما تسرعيش الفيديو، فدي طبعا فرحتني جدا ان هم عايزين الفيديو بتاعي يبقى طويل. فكده عرفت ان انا اسعدتكم بكلامي. وواحده واحده ان شاء الله كده ايه ناخد على بعض ونتكلم ونعمل قصص ان شاء الله. وكل يوم اقول لكم نصايح من تجربتي في الحياه، يعني تجربتي في الحياه في الماسكات بتاعت الوش في الشعر في كل حاجه. فبجد انا عندي حاجات كتير قوي ان شاء الله افتكرها كنت بعملها وهقولها لكم. ودي تجربة شخصية، يعني حاجة أنا عملتها شخصية. إسكان في شعري، إسكان في بشرتي. ممكن آخر الفيديو أقول لكم حاجة عن الشعر، بس أنا عايزة أعملها قدامكم. بس أنا ممكن أقول لكم حاجة برضو عن الشعر تعرفوها مني. ودي تجربة شخصية، يعني تجربة أنا عملتها، وأنا إن شاء الله هقولها لكم في آخر الفيديو إن شاء الله. هنا بقى أقشر أهو البطاطس. هنا بقى يا جماعة أنا من عشاق المسقعة. بص أنا كنتش بحبها الصراحة يعني، بس أنا بحب منها البطاطس، بس أنا ما باكلش بتنجان. بس جوزي بيحبها أوي. طبعًا إحنا المسقعة دي أنا أمي طبعًا بتعمل لازم تعمل جنبها سمك.
انا جوزي بياكلها لوحدها عادي بقى، واحنا اخر الشهر وخلاص بقى. احنا يعني حلوه قوي كده المسقعه. احنا بقى اخر الشهر بقى، ولازم بقى نقضي بال100 جنيه ديت. فان شاء الله الكام يوم دول كلهم مسقعه. جوزي ياكل هياكل ويشرب ويفطر يتغدى مسقعه، مفيش غيرها بقى، نعمل ايه بقى؟ الحمد لله والله يا جماعه على النعمه اللي ربنا عطاها لنا. وبنحمد ربنا، احنا ما بنبطرش عن النعمه ابدا. والحمد لله يعني على كل شيء. هنا على فكرة أنا باعمل كل حاجة في الحوض بتاعي. أنا الحوض بتاعي طبعًا نضيف، باغسله كويس جدًا. فطول ما أنتِ واثقة في حاجتِك طبعًا بتعملي فيها كل حاجة أنتِ عايزاها. أنا طبعًا باغسل الحوض بتاعي كويس، وأنا طبعًا واثقة فيه، باعمل فيه كل حاجة يعني الحمد لله يعني. طبعًا طول ما أنتِ إيدِك في الحاجة أول بأول فخلاص أنتِ بتبقي واثقة في حاجتِك. هنا بقى الماتور اللي ركبنا الماتور يا جماعة بس طلع ضعيف يعني الحمد لله. ضعف بقى. يعني يالّا مش مهم بقى فإيه، الماتور يعني أشغّل المَيّة إيه، تيجي لي إيه، ببطء بقى كده، عقبال ما تطلع، يعني دي كده مَيّة الماتور بقى، إن شاء الله بقى نبقى نجيب واحد. إيه لوزة، قُل لهم باحوا باحوا يا خالتاتو، قُل لهم باحوا باحوا، قُل لهم عاملين إيه، قُل لهم وحشتوني، قُل لهم وحشتوني، قُل لهم دودو، قُل لهم أوسا. معلش بقى يا جماعة، هو كده بيكلمكم خلّي بالكم، هو كده بيصبّح عليكم، صح؟ أنتِ كده بتصبّحي عليهم؟ أيوه هو كده بيصبّح عليكم، أيوه صح كده. بس إيه رأيكم يا جماعة في العسل ده، شُفتوا العسل؟ شُفتوا العسل وهو يتكلم كده ده، يبقى بقى إيه نقشّر بقى البتنجان. أنا ما باحبش أشيل الأسود ده كلّه، أنا باشيل أجزاء منّه. يعني أنا في ناس باشوفها بتشيله كلّه بس أنا لأ. أنا دي طريقة أمي وأنا باعمل الطريقة ديّة. باعمل طريقة ماما، هي الطريقة ديّة أنا باحبها. والطريقة برضه التانية حلوة بس أنا ما أعرفش أنا باحب دي. هنا أنا كنت الأول خالص مش الأول يعني أول ما اتجوزت وكده كنت باغسل البتنجان بس عملتها مرة يعني. غسلت البتنجان بعد ما قشرته وحطيته في ميه كمان. شفتوا بقى يعني شوفوا كمان عملت ايه. فشرب ميه يا جماعه شرب ميه. طبعا انا ما باكلش البتنجان. فاول ما عملته دي بقى عملته عشان خاطر جوزي وكده اول ما اتجوزت. فشرب ميه تحسين هو بقى سفنج كده. بقى سفنج ضغطش عليه كده. فمن ساعتها حرمت باغسل البتنجان قبل ما باغسلوش بعد. ولو غسلته بعد يعني طبعا بنزل الميه على طول بس ليه اغسله بعد بغسله قبل. اغسله قبل هو كده كده يعني نضيف يعني وانا ايدي يعني نضيفه يعني. فلو وصلتِ هنا لحد هنا يا ست الكل اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي. ونورتيني وشرفتيني. كملي الفيديو للآخر عشان تسمعي عشان نتكلم كده مع بعض. ولو عندك أي تعليق قولهولي. هنا قلت بقى ايه انا ما بعرفش اعمل حاجه على البوتاجاز وهو متوسخ. هنا طبعا كنت قبلها بيوم ما كنت عامله اكل فكان متبهدل خالص. فانا همسحه بس كده يعني دي مسحه كده. انا مش هغسله انا همسحه. لان هو لسه بقى ان شاء الله الفيديو بتاع بكره بقى اجيب لكم وانا بغسل ايه البوتاجاز غسله عميقه كده. وب5 جنيه. نغسل البوتاجاز بكره ب5 جنيه يا جماعه ان شاء الله. فهو بقى كده همسح البوتاجاز كده. مع اني حقلي بس انا لا انا بحب برتاح نفسيا وانا كده او كده انا كده برتاح. لكن ما بشتغلش انا ما بعرفش اشتغل على فين. فكده اهو بقى هحط الطاسه بتاعتنا الجميله. اول استخدام يا جماعه للطاسه ديت. اول مره استخدمها الطاسه التانية خلاص باظت خالص زي ما كنت قايله لكم انا نفسي اجددها وكده. فان شاء الله يعني اجددها بس انا عندي طاسات كتير فقلت لا بقى ما اشتريش استخدم الطاسه بتاعتي مدى. يعني انا عندي كذا واحده. هنا بقى نحط الزيت بتاعنا نسيبه بقى يقدح. يقدح كده بقى على النار كده ياخد له تسخينه كده حلوه بقى عشان ننزل بالبطاطس. بس البطاطس طلعت مش قليه كويس ان انا اعمل مسقعه. عشان البطاطس طلعت مش قليه اصلا. طلعت اللي هي البطاطس المحليه دي لو تعرفوها. صلوا على النبي لو وصلت لحد هنا في الفيديو. تشدوا اهل غزه وفلسطين يا رب ربنا يا رب يقف جنبهم يا رب. ويا رب يعني تقبل مننا لو دعوه بندعى لهم يا رب. فصلوا على النبي في الكومنتات وادعوا لهم كده. وما تنسوش يا جماعه تقولوا لي كومنتات يا جماعه. اني عايزه ارد عليكم. فاي حد كده يحط لي كومنت حلو كده زيه. وانا هرد عليه طبعا تشرفوني كده. هنا بقى يا جماعه احنا هنقلي بقى ايه الطاطس بقى. نقلي ايه يا اوسه طاطس. قول لهم يلا قول لهم انا اقلي الطاطس. دي الطاطس اهي. الطريقه ديت انا بعمل الطريقه العاديه التقليديه. ما يعني مش بفتي انا بعمل الطريقه بتاعتنا. هقلي طبعا البتنجان وهقلي البطاطس. يعني هنا هكمل بقى البطاطس كده مع نفسي. هنا بقى بصوا بوريكم بقى الكواليس من ورا الكاميرا. هنا بقى انا من ورا الكاميرا بقى.
يعني اشطف البتنجان وارمي الكيسه ورايا، يعني مش عارفه ايه واشطف الكيسه ورايا. هنا بصوا بقى بوريكم الشقه. انا الشقه بتاعتي عندي نضيفه خالص، فالنهارده بقى مش هعمل معاكم بقى روتين ايه الشقه. هنا اهو بوريكم، بصوا يعني بصوا قصوا رميل المفرش على بعض على الارض ازاي. وهنا بصوا اهو الركنه اهي. هنا وسنايم طبعا منيماه. هنا بصوا اللعب. يعني الشقه دي كلها انا كنت مروقاها معاكم امبارح، فهو بصوا بقى شايفين البهدله اللي هو عملها معايا. يعني فيها كام حاجه كده انا هعملهم مع نفسي. هنا اهو البتنجان اهو بقى نعمل بقى ايه بقى الصلصه بقى ايه بتاعتنا. صح يا لوزه؟ نعمل الصلصه. قول لهم ايه بتضربني تضرب ماما. قول لهم بحبحوا يا خالتاتو. قول لهم عاملين ايه. اي اي اي. بحبحوا يا خالتاتو. متنسيش تحطوا لايك، اشتركوا في القناه. بتضرب ماما ليه؟ سامعني الضحكه الجميله. سامعني الضحكه الجميله دي. هما مش سامعين، سمعاهم. سمعهم الضحكه الجميله. الحمد لله كوكو النهارده بقى حلو الحمد لله. يا رب يعني ايه يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويدي كل عايز، اللي عايز يتجوز يتجوز، واللي عايز يخلف يخلف ان شاء الله. وبعد ما تتجوزوا هيطلع عينيكم. بس هي ايه شر لابد منه بقى، نعمل ايه؟ نتجوز منها اقول لا احنا نفسنا نرجع بيت امنا تاني ونقعد نعيط بقى عايزين نروح عند ماما. ما كنتش خليكي قاعده مع ماما من الاول. هنا بقى هنضرب بقى الطماطم بتاعتنا بالهند. هنا طبعا الطماطم المسقعه انا ما بصفيهاش، مش عارفه بقى انتوا بتصفوها لا، بس انا مش بصفي طماطم المسقعه. بسبكها كده زي ما هي وبعملها بالثوم. فانا مش عارفه انتوا بقى بتعملوها بقى ازاي، بقى طريقتكم ازاي. فاللي بيعملها بطريقه مختلفه يقول انا بعملها بالطريقه دي طريقه الناس بتوع زمان بتوع بحري دول، خلي بالكم. يعني دي طريقه الناس بتوع بحري فايه. فمحدش يقول اي حاجه. محدش يقول اي حاجه كده ولا كده. هنا بقى بحط بقى التومه. طبعا التوم ده انا مفرزاه طبعا. انا في التوم لازم افرز، لان انا ما بقدرش اقشر. في اول ما اتجوزت وكده حطيته في البلكونه بس فضى كله. فمن ساعتها بقيت اخزن بالطريقه دي، طريقه حلوه قوي، والثوم ما بيطلعلهوش ريحه وبيفضل زي ما هو اكني بستعمله فريش. هنا هو بقى احط التومه ايه احمرها. بس مش عارفه ليه الزيت هيعمل لون ابيض كده. مش عارفه بقى، مش عارفه. ممكن عشان انا استعملت نفس الزيت اللي انا قليت بيه طبعا البتنجان والبطاطس، شرب الزيت كله، فانا حطيت حبه زيت واستعملت بقى نفس الطاسه بقى. مش هنوسخ بقى مواعين بقى، مع اني مش قادره اوصف لكم المواعين اللي جوه عامله ازاي، بس انا لسه ما جيتش جنبها. دي بقى هنزلها لكم في فيديو بكره بقى، فيديو بقى الروتين بقى وغسيل بقى وكله بقى. صلي على النبي. لو وصلتي لحد هنا يا ست الكل تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك ضرورة من قناتي وشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. وشجعونا كده ايه عشان ننزل بقى ننزل اكتر. ولو في اي تعليق عايز انا بتقبله وقولوا لي عليه، وانا هرد عليكم في اي تعليق بتقولوه. ولو اي حد شايف ان انا بعمل حاجه يعني مش صح قولوا لي عادي يعني. لو انتوا طريقتكم مختلفه قولوا عادي برضو، يعني اسمع منكم. احنا طبعا كل واحد ليه طريقته، اذا كان بقى في اكل في ترويق في كل حاجه. انا هنا ماشيه مش بخترع، انا بعمل اللي احنا بنعمله طريقه امهاتنا، فانا ما بخترعش. يعني حتى لو بفيدك بأي معلومة صغيرة وانت لسه صغنونة وكده، فانت شرفتيني ونورتيني وما تنسيش تعملي لي اي تعليق ان شاء الله. هنا بقى اهو حطيت الطماطم. اسيبها بقى تتسبك بقى تاخد كده وتدي على مع بعضها. على فكرة يا جماعة انا ما بقليش الفلفل. انا مش بقلي الفلفل في المسقعة، لان الفلفل لما بيتقلى في المسقعة وكده يعني كفاية الزيوت يعني. والطريقة دي حلوة قوي، واللي بيعملها يقول لي عليها. انا بحب بقطع الفلفل حلقات كده صغيره، وبعد ما الطماطم تتسبك بحطه عليها. وممكن كمان تاخدي حبه تاكليهم كده لو انت بتحبي الحراق. بجد بيبقى طعمه تحفه. وبعدين اصلا الفلفل المقلي بيتعب المعده. كده بيبقى احسن، يعني كده بيبقى حلو قوي. هنا بقى انا هرص البتنجان بقى في الطبق بتاعي الجميل دوت. انا جايبه الطقم اللي انا بستعمله في المطبخ اللي هو الطقم العسلي، بس انا جايباه فاميه. والله يا جماعه انا ما رضيتش اجيب التاني دوت اللي هو العادي ده الاكروبات. اول ما انا ما جبتوش. انا حبيت الفامي اكتر، ما اعرفش ليه يعني انا حبيته قوي.
مع انه امي، يعني انا متجوزه بالعسل والله. بس انا حبيت ده اكتر. حسيت ان هو ساده كده، يعني الاكروبال والانواع والاكروبايركس مش عارفه، بس انا ما حبيتهمش. انا حبيت دوت، وعايزه اقول لكم بص كنت عارفه جوزي بيه انا عايزه الطقم العسلي، عايزه الطقم العسلي، طقم العسل الفرنساوي، طقم العسل الفرنساوي، لحد ما اعطاني الفلوس زهق من كتر لك عليه وراح جه جابهولي. انا بحبه قوي الصراحه، بس اتكسر مني طبقين، بس الحمد لله بقى مش لاقيه يعني مش لاقيه ان انا اشتريه كده. هنا اهو بقى بحط الفلفل بتاعي الجميل. بصوا الفلفل الاخضر ازاي اصلا، يعني هو شكله كده على بعضه، يعني بصوا كده ليني في شكل كده، لكن هو مقلي لا، كده احلى والله يا جماعه، وبيبقى احلى بكتير. ولو ما جربتهوش جربيه على ضمانتي، ولو جربتيه قولي لي في اي كومنت احنا بنعمل زيك يا دودو. ولو وصلت لحد هنا يا ست الكل صلي على النبي. بس كده بقى احنا هنسبك بقى الصلصه بقى بتاعتنا بقى. هتلاقوا دلوقتي الفلفل، بصوا بقى الفلفل كده خلاص بقى. يومي يومي على الجمال، مش قادره اوصف لكم يا جماعه بقى إيه على الحلاوه ديت، بجد بجد المسقعه طلعت طعمها تحفه، بس مش عشان احنا اخر الشهر، لا لا لا، هي طلعت حلوه والله. طلعت حلوه. هنا هعمل طبق كده، يعني احط فيه كده فلفل كده من فوق، وفي طبق تاني بقى احط فيه بقى اللي هو الطبق الغويط ده بقى احط فيه بقى ايه المسقعه بقى كلها. يعني لو حد عايز ياكل صلصه خفيف، حد عايز ياكل صلصه تقيل، احنا عاملين مسقعه لازم بقى ننوع، لازم ندلع نفسنا. امال ليه مش لازم تدلعوه؟ لازم ندلعوه. دلعيه يا شابه. هحط بقى هنا بقى بقيه الصلصه والفلفل كلها على الطبق دوت. احنا طبعا جبنا بقى، لقيت جوزي جاي بقى قال لي انا مش هاكل مسقعه لوحدها، جاب لي بقى فول معايا، مع اني كنت عامله حسابي هناكل مسقعه بس هو جاب فول، يعني ايه، قال ننوع. قلت له انا منوعه لك والله بقى طبق عامله له فيه بطاطس وبتنجان ساده، طبق حاطه له فيه حبه فلفل من فوق كده خفيف، طبق تاني يبقى مسقعه. هنا بقى شكل الاكل بتاعنا يومي يومي على الجميل. بجد يا جماعه الاكله دي انا بحبها قوي قوي قوي. يعني انا بحب الاكل دوت، مع ان انا مش باكل البتنجان، انا باكل البطاطس والفلفل. بس والله العظيم الاكل ده بياكل جامد قوي. فلو اي حد بيعمل بالطريقه ديت يقولي في الكومنتات. وشرفتيني ونورتيني. متنسيش تعملي لايك وتصلي على النبي. هنا هو ده الاكل بتاعنا، وده غدانا النهارده وبكره وبعده، احنا اخر الشهر خلاص. طبعا بقى ده جوع اخر الليل. ده جوزي قال لي قومي اعملي لي بسبوسه. طبعا انا كنت هاكل، انا هعملها لكم. هنا بقى ايه يا جماعه، كوبايتين دقيق. ركزي معايا وجربيها بالطريقه دي والله مش هتندمي. كوبايتين دقيق نخليهم كويس جدا. كوبايتين الدقيق دول قصادهم كوبايتين سميد. بس انا قلت ادخله اجرب كده بس ما نفعش، بس ماشي مش مهم، عدوها عدوها عدوها. انا قلت اجرب كده بس هو ايه طلع لا ده ما بيتنخلش، ده هو اصلا خشن اساسا. بس انا قلت ايه يعني ايه، اتذاكى كده واعمل حركه تركايه كده من عندي. ماشي. كوبايتين دقيق قصادهم كوبايتين سميد. وممكن تعملي كوبايه وكوبايه برضو عادي. كوبايتين دقيق، كوبايتين سميد، علبتين زبادي. بس انا ما كانش عندي غير علبه واحده، بس مش هتقف يعني مش مهم. بس هي المفروض علبتين زبادي، يعني على كل كوبايه علبه. انا حطيت كوبايتين فالمفروض علبتين، انا ما كانش عندي غير علبه واحده. المفروض على لو حطيتي كوبايه هتحطي عليها نص كوبايه سمنه. انا هنا حاطه كوبايتين فحاطه كوبايه سمنه. هنا دلوقتي كده. وهحط معلقه سكر، طبعا دي السنه، معلقه سكر كبيره. هي المفروض على السنه رشه، لكن احنا لا نحط معلقه سكر كده حلوه عشان يبقى حلو كده اهوت. وهنحط معلقه بيكنج باودر. معلقه بيكنج باودر مهمه قوي يا جماعه اللي انا بقوله لكم ده، والله العظيم جربوها بالطريقه دي ومش هتندموا. بجد احلى من بره بكتير. بعد كده هنقلبهم كلهم في بعض. وهنحط ربع يعني حبه، طبعا دي رشه ملح طبعا دي لازم يعني. هنحط يا جماعه حبه فانيليا. مش فانيليا كتير لا، مش كيس كمان، حبه صغيرين كده، يعني انت حطيهم دي ايه بتدي ريحه كده وطعم. يعني بص انا عندي السايله ديت، فهحط نقطه منها، مش هحط نقطه بس، انا بحبها ايه تديني ريحه. يعني التركية دي من عندي خلي بالكم، بس والله بتخلي يعني بتدي ريحه حلوه قوي. هنا هحط علبه زبادي عشان انا حاطه كوبايتين فالمفروض علبتين، بس انا حطيت علبه يعني ايه مش هتقف يا جماعه، هي مش هتقف. احنا نحط العلبه هتمشي معانا، هتمشي صدقيني. هتقول لا مش تمشي، لا هتمشي، وما كانش عندنا سوداني بس هتمشي. وهنحط نص كوبايه جوز هند، بس انا برضو ما كانش عندي، بس برضو مش هتقف، هنمشيها. برضو مش هتقف على نص كوبايه جوز هند، هتمشي برضو عادي. بنعملها ساده، يعني مفيش حد عملها ساده قبل كده، احنا عملناها ساده، بس هي ساده برضو طعمها حلو.
يعني احنا كده كوبايتين دقيق، كوبايتين سميد، نص كوبايه جوز هند، علبتين زبادي، كوبايه سمنه. وممكن تحطي كوبايه الا ربع سمنه والباقي زيت، مفيش مشكله برضه. وبجد سمنه روابي هتديكي طعم تحفه، وكريستال برضه. بس روابي هي فعلا كانت عطشه طعم جميل قوي. وصلي كده على النبي بقى كده، واغسلي ايدك حلو، واعملي بايدك. اعملي بايدك كده ايه، وصلي على النبي كده ايه، وفكك من الجوانتيات والشغل دوت. لا احنا النبي عربي يا جماعه، النبي عربي كده، ونعمل بايدينا اهو. احنا كده كده واثقين يعني في نفسنا، واحنا اللي هناكل الاكل يعني، احنا اللي هناكله محدش غيرنا. فهنبس بقى يا جماعه، ده احنا هنا مش بنعجن، احنا هنا ايه، بنبس. يعني طبعا في كل الناس عارفه يعني ايه البس. البس ده اللي هو بتاع الهريسه، احنا بنبس الهريسه. يعني احنا كنا بنشكل انا وجوزي بقى على موضوع عجن، لا الهريسه ما بتتعجنش، الهريسه بتتبس. لازم تشرب كل الايه، السوائل وكده. هنا بقى ايه، انا هكمل الباقي كده مع نفسي. هنا هو انا فردتها طبعا في الصينيه، هي ولا بتبقى ناشفه ولا بتبقى طريه، هي بتبقى مرمله كده حلوه. بصي بس الهريسه هنا بقى هندخلها الفرن، واعمليها بالطريقه عشان تندمي. هنا بقى ايه الشربات بقى، كوبايه سكر، وبالذات كوبايه السكر بتاع التومين، خلي بالكم بيطلع الشربات حلو قوي بجد. يعني سكر التومين حلو في الشربات. وهحط حبه فانيليا دي برضو من عندي، ومش عارفه انتوا اللي بيعملها يقول لي عليها. اللي بيعمل الحاجات دي زي يا جماعه يقول انا بعمل الحاجات دي زيك. يا ام يونس. هنا السكر انا عصره الليمون طبعا مش هحطها دلوقتي، لما الميه تغلي. بصوا بقى انا نسيت خالص اجيب لكم ايه الحركه، ان انا بحط دي بقى، وعملت كده بقى وغلت وايه، كانت تحفه. هنا طبعا هي بعد ما طلعت، هنا بقى لما قطعتها طبعا الحته دي احنا كلناها. هنا بقى بعد ما طلعت اهو. لا لو وصلتش لحد هنا يا ست الكل، متنسيش تصلي على النبي، واشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي. ومع السلامه، واستنوا فيديو بكره. باي باي.